تهدف الرمايات عموما للتصدي والسيطرة على مصدر الخطر، كما يتم أثناءها مراعاة الطرق المثلى والأنجع للتعامل مع الهدف من حيث طبيعته، اتجاهاته، والوسائل المستعملة فيه. الرمي الدقيق من عدة مسافات وفي مختلف الوضعيات مع التقدم نحو الهدف تقنية يراد بها تضييق زاوية الرؤية لمصدر الاعتداء. لذلك كان لزاما على أفراد التدخل إتقان أنماط متعددة للرد والتدخل، وهي مهارات تتطلب في مجملها سرعة ردود الأفعال التي ينتج عنها بالضرورة سرعة التنفيذ. أفراد الفوج يعملون بكل جدية على إتقان المهارات المرتبطة بالرمايات والتحكم فيها بتقنيات عالية من خلال التدريب المتنوع ميدانيا والمكيف حسب سيناريوهات متعددة. هذا العمل الميداني يتيح أيضا الانتقال بالسلوك الحركي للأفراد من درجة ردود الأفعال إلى درجة أعلى يرسخ فيها كمهارة، كما تعزز عبرها الثقة بالنفس وتنمي سرعة البديهة لدى الأفراد، وهي سمات تشكل عماد تحقيق التفوق ونجاح مختلف مهام التدخل.